معانا النهاردة قضية بشعة، قضية تهتز لها المشاعر الإنسانية. أحداثها ستجعلك تشعر بالحيرة والاندهاش، فتلك الجريمة لا تفعلها حتى الحيوان. هزت المجتمع المصري عن بكرة أبيه، فهي ليست جريمة قتل وخيانة فقط، بل أكثر من ذلك. وسوف تعلمك تلك الجريمة أن تحترس من أقرب الناس إليك وألا تدخل أحدا في حياتك الخاصة. فقد تخطى الجناة حدود العقل والمنطق في جرائمهم. نعم، ليست جريمة واحدة، بل أكثر من جريمة. خيانة صديق، وجريمة قتل من أبشع أنواع الجرائم التي حتما ستدهشك أحداثها وتجعلك غير مصدق لما تسمع. قصة جريمة حقيقية حدثت في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة بجمهورية مصر العربية. بدأت أحداثها عام 2020 واستمرت حتى عام 2022. هناء يوسف زوجة مصرية تسكن في منطقة العمرانية بجمهورية مصر العربية، وقد قدمت مع عائلتها من محافظة المنيا. وتزوجت هناء من كامل واستأجروا شقة للمعيشة، ونظرا لضيق الحال عملت هناء كعاملة نظافة في المنازل لتساعد زوجها كامل الذي كان يعمل عاملا بأجر محدود ويعاني من ضيق المادة، خصوصا وإنهم يعيشون في شقة بإيجار جديد. كان إخوة هناء يقيمون قربها، وتمر الحياة على وتيرتها العادية، حتى تعرفت هناء على سيدة تدعى أمجاد من خلال أحد أعمالها. كانت أمجاد طيبة القلب حسنة التعامل، مما جعل هناء ترتاح لها وتقترب منها. وبمرور الأيام توافقت العلاقة بينهما حتى أصبحت علاقة أسرية. وتعرف أيضا كامل على أمجاد وزوجها، وأصبحوا جميعا أصدقاء. لكن ويا للأسف كانت أمجاد تحمل نفسا مريضة وعينا طامعة، فقد أعجبت بكامل وقارنته بين زوجها الذي كان أكبر منها ب26 عاما، فهي في 11 وهو في 47. بسبب هذا الفارق الكبير كانت أمجاد تشعر بالندم، وترى أنها استحقت شابا يناسبها في السن والشكل. ومع تقاربهم بدأت تلقي إليه نظرات الإعجاب، وتتعمد إظهار جمالها أمامه، وكان كامل قد لاحظ ذلك، فبدأ يبادلها الميول، حتى وقعت علاقة محرمة بينهما في غفلة من أزواجهم. وعلى مدى 5 سنوات استمرت تلك العلاقة السرية، يتقاسمان فيها الحب الحرام والشهوات التي طغت على ضمائرهما. وفي أحد الأيام بينما كانت في حضن عشيقها كامل، أخبرته بأنها قد ضاقت ذرعا بحياتها الحالية، وأنها تتمنى أن تكمل معه باقي عمرها في النور. وطلبت منه أن يطلق زوجته هناء، وأخبرته بأنها كذلك ستسعى إلى الطلاق من زوجها. فرد كامل قائلا إن الطلاق ليس أمرا يسيرا، وأنه من الصعب تنفيذ ذلك، غير أن أمجاد ردت عليه بمنتهى الهدوء ودون أي تردد، وقالت له: إذن لنقم بقتلهما، أنت تقتل زوجتك وأنا أقتل زوجي. فوافقها كامل فورا على حديثها دون أن يبدي أي تفكير أو تردد، واتفقا معا أن يحضر لها حبة غلة لتضعه في طعام زوجها. وذات أيام قام كامل بشراء الأقراص لها، وبدأت أمجاد في التخطيط لجريمتها. وفي يوم تنفيذ الجريمة، وتحديدا في شهر مايو من عام 2020 ميلاديا، أعدت أمجاد وجبة طعام لزوجها، وأخفت فيها تلك الأقراص السامة، ثم قدمتها له، فأكل زوجها المسكين من يدها دون أن يعلم أنها ستكون آخر وجبة يتناولها في حياته من يد زوجته الخائنة. ولم يمض وقت طويل حتى توفي الرجل، وعلى الفور ارتدت أمجاد ثوب الحداد وأطلقت صرخة عالية، فهرع إليها الأقارب والجيران ليستطلعوا ما الأمر.
وأخبرتهم أمجاد بأن الوفاة قد نتجت عن إصابته بفيروس كورونا، مما بث فيهم الرعب وجعل الجميع يبتعدون خوفا من العدوى. وعندما حضر الطبيب المختص قام بفحص سريع للجثة وأكد وفاته بسبب كورونا. وفي ذلك الوقت كان الموت بسبب كورونا يثير ذعرا كبيرا في النفوس، لأن الناس لم يكونوا يعرفون عنه الكثير، وبناء على ذلك تم استخراج تصريح الدفن، وبذلك نجحت أمجاد في إتمام جريمتها. ثم وبعد مرور عدة أيام تواصلت أمجاد مع عشيقها كامل وأخبرته بأن الأمور سارت كما خطط لها، وطلبت منه أن ينفذ ما اتفق عليه، لكنها طلبت منه أيضا أن يمهلها قليلا وأن لا يقدم على التنفيذ فورا. فوافقها كامل وطمأنها بأنه سيفي بوعده. غير أن الأسابيع والشهور مرت ولم يحدث شيء، وظلت أمجاد تطالبه بتنفيذ وعده، وهو يرد عليها دائما بكلمة حاضر دون أن يفعل شيئا. وفي أحد الأيام اتصلت به وهي في قمة الضيق والانفعال، وسألته عن سبب عدم وفائه بوعده وتنفيذه للاتفاق الذي بينهما، ففاجأها برد صادم إذ قال لها: هل جننت؟ أتريدين مني أن أقتل زوجتي أم أولادي؟ بالطبع لا، أنا لن أفعل ذلك. جعلها رد كامل تدخل في نوبة من الجنون، فصرخت فيه وتخاصمت معه، وشعرت في تلك اللحظة بأنه قد خدعها وجعلها تقتل زوجها، ثم في النهاية تركها وحدها. وما زاد غضبها أيضا هو هجره لها وعدم رؤيته لها أو محادثتها بعد ذلك، فقررت أمجاد أن تنتقم منه. وبعد عدة أيام اتصلت أمجاد بهناء وقالت لها إنه يوجد شقة تحتاج إلى تنظيف، وأن صاحبة الشقة ستدفع 500 جنيه، وطلبت منها الذهاب لتنظيفها لأن أمجاد عندها عمل آخر مع زبونة أخرى. ففرحت هناء بذلك لأن المبلغ جيد وهي في حاجة ماسة إلى مال لتدفع الإيجار، وقالت لها ألا تخبر زوجها كاملا عن أنها هي التي أتت لها بالعمل، لأنها لا تريد أن يتسبب ذلك في إحراجه، وأيضا لأنها لا تريد أن يعرف أحد شيئا عن حياتها الخاصة. فوافقتها ولم تخبر كاملا، ولكنها طلبت منه أن يوصلها إلى مكان قريب من الشقة، وقالت له إنه عمل خفيف في شقة إحدى معارفها وستعود سريعا. واتفقت أمجاد معها أن يلتقيان عند موقف الميكروباصات لتوصلها إلى صاحبة الشقة. وفي اليوم التالي نزلت هناء مع زوجها كامل في 8:30 صباحا، وركبت خلفه على الدراجة النارية إلى أقرب نقطة، ثم تركها وذهب إلى عمله. وبعد دقائق قابلتها أمجاد، وذهبتا سويا إلى الشقة الواقعة في منطقة الطالبية. وعند وصولهما إلى باب الشقة تفاجأت هناء بأن أمجاد تحمل مفتاح الشقة، فسألتها: من أين لك هذا المفتاح؟ فأجابت أمجاد: إن صاحبة الشقة أعطتني المفتاح وقالت لي: ادخلي ونظفي الشقة فإنني لن أكون موجودة. دخلت هناء وأمجاد إلى الشقة وأغلق خلفهما، ووقفت هناء في وسط الغرفة تلقي نظرة على المكان، وفجأة ودون سابق إنذار ضربتها أمجاد بحجر كبير على رأسها، فسقطت هناء على الأرض وهي في حالة من عدم الاتزان، ونظرت نظرة دهشة وخوف نحو أمجاد كأنها تسألها بعينيها: لماذا فعلت ذلك؟ ولكن لم تتح لها الفرصة لطرح السؤال، إذ تبعت الضربة الأولى ضربة ثانية ثم ثالثة فرابعة، وفارقت الحياة في دقائق قليلة. ولم تكتفي أمجاد بقتلها، بل أحضرت ساطورا وبدأت في تقطيع جثتها إلى أجزاء، ومع كل ضربة من الساطور كان غيظها يقل قليلا إلى أن لفت الجثة في ملاءة ووضعت لها سيارة أجرة.
وبعد قليل وصل الصديق وأخذها إلى مكان على الطريق الدائري. نزلت هناك وسارت قليلا حتى وجدت سورا، فوضعت الحقيبة بجانبه ثم هربت سريعا. عاد كامل إلى بيته كالمعتاد، ولكنه في ذلك اليوم وجد أمرا غير مألوف. زوجته هناء غائبة عن البيت. سأل أولاده إن كانت اتصلت بهم لتخبرهم بتأخرها، فأخبروه بأنها لم تتصل. فجلس يحاول تهدئة نفسه، ربما يصله اتصال منها أو تطرق الباب في أي لحظة. ولكن مرت نصف ساعة ولم يحدث شيء، وعندما تزايد القلق بدر بالاتصال بشقيق زوجتها نورة، وسألها إن كانت هناء عندها. تواصلت معها، فجاء ردها سلبيا: لا، زارتها ولا اتصلت بها. وكان ردها هادئا، إلا أن كامل أخبرها بأن زوجته كانت قد أوصته صباحا بأنها ستعود مبكرا، لأن العمل في ذلك اليوم خفيف ولن يستغرق أكثر من ساعة. ولكن القلق لم يفارق كامل، فاتصل بها مرة أخرى. عندها شعرت نورة بالخوف الجاد، وقررت هي وزوجها وهيب الذهاب إلى بيت كامل للمساعدة في البحث. ثم تواصلت نورة مع شقيقها وأخبرته بالواقعة، وذهبوا جميعا إلى بيت أختهم هماء. في البيت سأل وهيب الزوج كامل: إلى أي مكان أوصلتها صباحا؟ فأجابه: أوصلتها حتى موقف الميكروباص وركبت، ثم ذهبت أنا إلى عملي. ثم تذكر كامل أن هناء صباحا كان هاتفها مفصولا، وقد استخدمت هاتف ابنهم لتجري مكالمة إلى زبونة كانت ستقابلها. فقال له وهيب: خذ الرقم من هاتف ابنك واتصل بها. فعل، ولكن الهاتف كان مقفولا. مرت الساعات حتى بلغ الوقت 10:10 مساء وهناء لم تعد. فنزلوا جميعا إلى قسم العمرانية لتحرير محضر تغيب، ولكنهم أبلغوا أنه لا يمكن قبول البلاغ إلا بعد مرور 24 ساعة على الاختفاء. فعادوا إلى البيت وهم لا يدرون ما يفعلون. وأثناء جلوسهم ونقاشهم رن هاتف كامل، وكان الرقم غريبا. ولما رد تفاجأ بصوت رجل يقول له: إن زوجتك مضروبة ومغمى عليها وهي على الطريق الدائري. ثم انقطع الاتصال. فنزل كامل جريا مع كل من في البيت حتى الأطفال، واتجهوا إلى المكان الذي وصفه ذلك الشخص. وعندما وصلوا لم يجدوا شيئا، واستمر الحال على هذه الحالة لمدة 2 ساعات، وفي كل مرة يأتي اتصال يخبرهم بمعلومات خاطئة، فيذهبون إلى الأماكن المذكورة على أمل إيجاد هناء، ولكنهم لا يجدون شيئا. وفي النهاية أدرك أهل هناء أن هناك أمرا غريبا يحدث، وأن ذلك الشخص يحاول تشتيتهم وتوتير أعصابهم. ومرت الساعات بصعوبة عليهم، وكل دقيقة كانت تمر على أسرة هناء كانوا يفقدون أعصابهم. في صباح اليوم التالي توجه كامل إلى قسم الشرطة العمرانية ليقدم بلاغا باختفاء زوجته، وكان وهيب زوج أختها قد لحق به مصطحبا ابن هناء معهم لتحرير محضر في قسم الطلبية. وفيما هم هناك تقدم أحد أفراد الأمن نحو وهيب وأخذه جانبا بعيدا عن الولد، ثم أراه صورة لجثة سيدة مجهولة الهوية. وما إن نظر نظرا وهيب إلى الصورة حتى ارتعش وقال بصوت مخنوق: نعم، هي هناء. من تلك اللحظة بدأت عملية البحث والتحقيق، وانطلقت الجهود لكشف مرتكب الجريمة. كان أول الخيط في التحقيق هو معاينة الجثة ومكان العثور عليها. وبالفحص الخارجي تبين أن هناء قد تعرضت لضربات عنيفة على رأسها، وكان هذا هو السبب الرئيسي في وفاتها. كما وجدت الجثة ممزقة الأجزاء ملفوفة في ملاءة وموضوعة داخل حقيبة سفر كبيرة قد تم إلقاؤها بجانب سور على الطريق الدائعي. وبمراجعة كاميرات المراقبة في المكان والمناطق المحيطة ظهرت سيدة تنزل من سيارة أجرة وتجر حقيبة كبيرة وتمشي في نفس الجهة
التي وجدت فيها الجثة. وبعد مرور بعض الساعات تمكنت الشرطة من الوصول إلى وألقت القبض عليها، وبعد التحقيق معها اعترفت بكل شيء، بل إنها اعترفت أيضا بقتل زوجها، وهي الجريمة التي لم يكتشفها أحد أصلا. وعلى الفور تم القبض على كامل زوج المجني عليها وعشيق المتهمة، وفي اعترافاته قال إنه كان على علاقة بأمجاد، ولكنه ابتعد عنها منذ 10 أشهر لأنه كان رافضا لما طلبته منه، وأنه اكتشف أيضا أنها متعددة العلاقات وتعرف أشخاصا كثيرين، ولذلك ابتعد عنها. وعند صاحب الشقة التي أجرها كامل والمجني عليها هناء، قال إنهم أناس في حالهم لا يسببون المشاكل، وكانوا ملتزمين، وخصوصا المجني عليها، فهي سيدة محترمة وتدفع الإيجار في موعده، وأن قتلها كان صدمة لي وللجيران عنه لأنها كانت طيبة ومحبوبة من الجميع. وتم حبس أمجاد وكامل على ذمة القضية، وقامت النيابة باستخراج جثة زوج أمجادة وأخذ عينات منها لتحليلها، وتبين أن الوفاة نتجت بسبب السم. وفي التاريخ 18 من شهر أغسطس عام 2022 صدر الحكم من محكمة جنايات الجيزة بإعدام أمجادة وكامل شنقا، وبراء صديق أمجاد لعدم علمه بالجريمة ولا بمحتويات الحقيبة. أسرتان تدمرتا تماما، زوج وزوجة قتلا على يد خسيسة، كل ما يحركها هو الشهوة وحسب. هناء عاشت طول حياتها في ظل زوجها وتحملت ظروفه، وصدقت وآمنت بصديقة دخلت حياتها سرقت منها زوجها، وكانت المكافأة في النهاية أن تقتل ولا تعرف حتى لماذا، وزوج أخدع وقتل وهو أيضا لا يعرف لماذا. وهذه القصة تعلمنا أن نحذر ممن حولنا، فالغدر لا يأتي إلا من أقرب الناس إليك. الغدر والخيانة هما أصعب طعنة يمكن أن يشعر بها الإنسان، وأوجعها أقصى 1000 مرة من طعنة سكين في القلب.